الزوج اللي حب غير العلاقة، لا كلام، لا دخلة، لا خرجة، لا حب، لا مشاعر، ولا اهتمام. السلام عليكم الأحباب، كي راكم؟ إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنسونش بالاشتراك في القناة واللايك الفيديو والمشاركة مع الأصدقاء والأحباب. اليوم راح نهضر لكم على موضوع حساس وواقعي بزاف، الموضوع اللي يعيشه بزاف من الزوجات في الجزائر وحتى العالم العربي. الزوج اللي يحب غير العلاقة، لا كلام، لا ضحك، لا مشاركة في الحياة اليومية. كاين زوجات يحسوا بالوحدة وسط الدار، يحسوا أنه الزوج موجود بس للجسم، بلا روح، بلا كلام، بلا اهتمام، بلا مشاركة. اليوم غادي نشرح لكم بالواقع، نعطيكم أمثلة ونوريكم كيفاش تتعاملوا مع هذه الحالة باش ما يوليش الزواج عبارة عن كابوس. يلا ندخل في الموضوع نتاعنا. شوفوا خواتاتي، كيفاش تعرفي الزوج اللي يحب غير العلاقة؟ دوك هنا كيفاش تعرفيه؟ شوفوا معي علامات التوح. تبع الزوج دايما يركز على العلاقة الجسدية، بلا كلام، بلا ضحك، بلا مشاركة في الحياة اليومية. هذه أول نقطة. تاني نقطة، كي تحبي تهضري معاه يتهرب، يرد بعصبية صغيرة، أو يقولك ما عنديش الوقت. صحيح حبيبتي؟ ثالث نقطة، كي تجي مناسبة ما يهتمش بالأعياد، ما يشاركش الفرحة، كل اهتمامه يقتصر على العلاقة الجسدية وفقط. شوفوا خواتاتي، نعطيكم مثال واقعي باش تفهموا. واحدة من المتتبعات قالت لي زوجي كي يرجع للدار كل شيء يمشي عادي، غير العلاقة كي نهضر معاه يزقي يسكت. يعني هذا مثال واضح أنه الزوج ما يحبش الحوار ولا المشاركة، اهتمامه فقط على العلاقة. صحيح خواتاتي؟ شوفوا حبيباتي، دروك نعطيكم الأسباب وراء هذا التصرف. علاه الزوج يحب غير العلاقة؟ بزاف نساء يتسائلوا بصح ما يعرفوش السبب. بصح اليوم راني هنا باش نعطيكم السبب. يلا خواتاتي تبعوا معايا. شوف، خاطش علاه يعني بعض الرجال ما عندهمش وعي عاطفي، يعني عندهم نقص في التواصل العاطفي. عند الزوج عندهم هذا نقص تواصل عاطفي. شوف، بعض الرجال ما تعلموش يهضروا على مشاعرهم، يحسوا أن الحب يظهر غير بالعلاقة الجسدية فقط. نعطيكم مثال باش تفهموا. شوف، مثلا كي تجي تحكي معاه على يومك ولا فرحك صغير ولا عندك حاجة فرحانة بها في الدار، يتهرب، يرد يقولك ما عنديش الوقت، ولا يسكت. هذا معناه ما يعرفش يشاركك شعوره. التواصل العاطفي ما كاش، الحوار يعني بيناتكم العاطفي ولا المشاركة اليومية ما كاش. شوفوا دوك نشرحها لكم مليح. هنا لازم تكوني صبورة وتبداي بالخطوات الصغيرة. تسألي أسئلة بسيطة عن يومه مثلا، خلي الحوار تدريجي، ومع الوقت يولي يشاركك أكتر، يعني ما تضغطيش عليه. فهمتوني؟ خاش كاين عنده نقص في التواصل العاطفي، ما يعرفش يعبر. صحيح خواتاتي؟ يحسب أنه العلاقة الجسدية هي التواصل فقط، يعني ما تعلمش أنه يعني هناك يعني تواصل مع الطرف الآخر، مع زوجته، يعني مع الزوجة، يعني تكون مشاركة ما بيناتكم. يعني يحسب بأنه الحب عبارة عن علاقة وفقط، ما عادش عاد كاين اهتمام، حضن، مشاركة، يعني هادو غائب عنهم تماما. صحيح خواتاتي؟ بصح انتي لازم تكوني ذكيه معاه وتعرفي كيفاش تتصرفي. صحيح خواتاتي؟ كما قلت لكم تكوني صبوره وتبداي غير بخطوات صغيره، وتسالي عن يومك باسئله بسيطه، وخلي الحوار تدريجي، خاطر علاه مع الوقت يولي هو يشاركك اكثر، وخلي له فراغ ومساحه. صحيح خواتاتي؟ شوفوا نروحوا للسبب الثاني، التربيه والعادات القديمه. واش معناتها؟ شوفوا، بعض الرجال ترباو على أن الزواج يعني العلاقة الجسدية، صحيح؟ هذه متفاهمين فيها، والحب بالكلام والمشاركة مش حاجة ضرورية. يعني الحب والكلام والمشاركة عندهم حاجة مشي ضرورية. فهمتوا خواتاتي؟ هذو يسموهم التربية والعادات القديمة، يعني ترباو عليها من بكري.
صحيح خواتاتي، خاصة هنا في الجزائر والعالم العربي. شوفوا يعني ما عندهمش الثقافة الجنسية. نعطيكم مثال واقعي. شخص حكات لي يعني امرأة حكات لي: أنا تربيت في دار وين الرجال ما يهدرش على مشاعره، كي تزوجت كنت نعرف غير العلاقة الجنسية. هذا واقع حبيبتي رانا نعيشوه، بزاف زوجات يعيشوا يعني يعرف غير العلاقة وما يعرفش بلي أنه راه يدمر في الزوجة تاعه وراه يدمر في الزواج تاعه. صحيح خواتاتي؟ شوفوا نشرحها لكم مليح. الحل هنا هو التوعية، يعني توعية الزوج بهدوء. كيفاش؟ تقري له كتب صغيرة. يعني تبان لكم حاجة بيزار بصح لا حبيبتي، هذا حل من الحلول إذا كنت واقعة في هذا المشكل تاع العلاقة. وفقط قري له كتب صغيرة. ما قلتلكش نروح نقرا جرمان، لا حبيبتي، قلت لك أنا قراي كتب صغيرة عن الزواج والتواصل. خاش كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي ما يعرفش حبيبتي. صحيح. أو شاركيه فيديوهات قصيرة عن الحياة الزوجية باش يبدا يفهم بأنه ماشي كلشي مبني على العلاقة الزوجية، وإنما هناك مشاركة، اهتمام، حضن، يعني عاطفة. يعني هنا راه غياب العاطفي ما راش كاين، اهتمام العاطفي ما كانش، يعني برود، غير العلاقة فقط. انت لازم هنا تحاولي تجبديه ليك بالتصرف، تكوني ذكية حبيبتي. قلت لكم قرايه كتب صغيره. خاش كاين قلت لكم هنايا غياب الثقافه الجنسيه عندنا هنايا. صحيح خواتاتي؟ شوف قراي كتب صغيره، يعني ديري له جمل، يعني ماشي نقول لك تعلمي فيه، ولكن هنايا يعني باش تربحي زواجك. فهمتي حبيبتي؟ باش تربحي روحك انت، ما تبقاش تدمري. صحيح خواتاتي؟ هذا حل من الحلول اذا كنت واقعه في هذا المشكل. كما كتب صغيره، ديري فيديوهات صغيره، شاركيه، قعدي معاه وشاركيه، يعني تكوني ذكيه في التصرف كيفاش تجبديه ليك. صحيح حبيبتي؟ انت ما قالك تولي هو يولي يعبر على مشاعره بلا ما يهضر اذا كنتي ذكيه بهذا التصرف. صحيح خواتاتي؟ شوف ثالث سبب هو الضغط الحياة اليومية والعمل. خاطش علاه؟ التعب والضغوطات المادية أو مشاكل العمل يخلي الزوج يركز غير الراحة الجسدية على الراحة الجسدية، وما يبقاش عنده طاقة للحوار أو للمشاركة. حس انه العلاقة الجسدية هي تبان له راحة جسدية، راحة شخصية. صحيح خواتاتي؟ بصح ومن بعد ما يبقالهش الطاقة انه باش يحاور معاك ولا يشاركك في الحياة اليومية. صحيح خواتاتي؟ نعطيكم مثال واقعي باش تفهم. شوفوا وحده قالت لي مثال واقعي، قالت لك زوجي كي يرجع للدار كلشي يمشي عادي، غير العلاقة كي نحكي معاه ولا على اولادنا يهرب، يعني من مصاريف الدار وتربية الأولاد. فهمتوا خواتاتي؟ تسمى غير تحكي معاه على الضغوطات اليومية، على الأولاد، على المصاريف الدار وكاع، يبدا يتهرب، يعرف غير العلاقة. الحل هنا وشنو مع هذا؟ شوفي حبيبتي، اعملي نشاطات بسيطة مع بعض خارج البيت، ولو حتى ب15 دقيقة، يعني قاعدة معاه في القهوة أو نزهة قصيرة، هذه تحفز التواصل وتخفف التعب النفسي. صحيح حبيبتي؟ خاطش على الضغط تاع الحياة اليومية هو من الخدمة للدار، لازم تحاولي انك تخرجيه من هذا الضغط، من هذا الروتين. لازم تحاولي انك تخرجيه لو 15 دقيقة بدون اولاد، روحي معاه في نزهة هاك خارج البيت كما قلت لكم، قعدي معاه في كافيتيريا ولا قعدي في منتزه ولا في حديقة، يعني وتواصلي معاه هكا، تخفي عليه التعب النفسي، هكا يولي يشاركك الضغوطات، يولي يتحاور معاك، وكذلك ان العالم ما يوليش يعرف غير العلاقة الزوجية. صحيح حبيبتي؟ غير العلاقة الجسدية، عفوا حبيباتي. صحيح حبيبتي؟ هنا لازم تكوني ذكيه في التصرف تاعك معاه، خاطر الضغط اليومي لازم له يعني الانسان يخرج من هذا الروتين، لازم مره من داك يخرج برا، خرجي معاه، مش يعرف غير الدار، الخدمه، الدار وبرا، وتزيدي تقولي له على المصاريف، وتزيدي تقولي له الدار، وين هنايا اكيد ضغط. فهمتيني حبيبتي؟ يعني ما تضغطيش عليه، حاولي انك تخرجيه من داك الروتين تاعه، ماشي الدار الخدمه والعلاقه، الدار الخدمه والعلاقه تزيدي تقولي لها مصاريف والاولاد. فهمتوني خواتاتي؟ لازم تكوني ذكيه في التصرف تاعك. صحيح حبيباتي؟ اني نشرح لكم من القلب، ان شاء الله يكون كلامي وصلكم من القلب. شوفوا حبيبتي، نروحوا للسبب الرابع. وشنو هو؟ الخوف من الضعف او الانفتاح العاطفي. وش معناتها هذه؟ هنا بعض الرجال يخافوا يبينوا مشاعرهم، يحسوا ان الحوار العاطفي هو ضعف، ما يبغيش يبين بكون راجل،
فاهمين؟ غير العلاقه وخلاص، بالهم هذه هي الرجوليه. صحيح خواتاتي؟ نعطيكم مثال واقعي. شوفوا، زوجي قالت لي كي نحكي على خوفي او احساسي بالحزن يحس بالحرج ويقطع الكلام، يحشم شغل ما يقدرش يتواصل معاها، يقطع الكلام. دوك نفهمكم. شوفوا هنا مهم تظهروا له انك مش حتقومي كما نقولوا عليه او تحكمي عليه، يعني كما نقولوا مش غادي تدوري عليه ولا تحكمي عليه، لازم تبيني له بلي ماشي كتحكمي عليه. صحيح خواتاتي؟ بل بالعكس، تعاملي معاه بحنيه وتبتي له ان المشاركه العاطفيه شيء طبيعي، يعني ما فيهاش حرج. صحيح؟ اهتمام، حب، يعني تقعدي معاه، يعني تهضري معاه، تعقي معاه، تلعبي معاه، الزوجه الضحوكه البشوشه، راكم فاهميني؟ ماشي غير النكد. صحيح حبيبتي؟ مش غير ما تبينيش بلي غير العلاقه الزوجيه، لازم تكوني فرحانه، يعني يعني كما نقولوا في الجهه الاخرى اللي هو الانفتاح العاطفي، لازم تكوني منفتحه معاه عاطفيا. فهمتوني خواتاتي؟ هذا هو الميساج اللي حبيت نوصله لكم، تكوني منفتحه، يعني تعاملي بحنيه، يعني بالمشاركه العاطفيه. راكم عارفين خواتاتي، ها بلا ما نقول لكم، ها بلا ما نعلمكم، صاي راكم فاهميني خواتاتي؟ يعني الانفتاح العاطفي معاه، ماشي غير العلاقه تبان لها انها عباره عن واجب راه يدير فيه وخلاص. لا حبيبتي، لازم تاني تكوني مثقفة، تكوني قارية الكتب عن العلاقات الزوجية، عن العلاقات العاطفية والعلاقات يعني الجسدية. صاي خواتاتي، أنا راني نوعيكم يعني، وانتم زيدوا ديروا مجهود. صاي خواتاتي؟ نروحوا للسبب الخامس، هو غياب المشاركة في المسؤوليات اليومية. واش معناتها؟ شوفوا، كاين الزوج اللي حب غير العلاقة، عادة ما يشاركش في تربية الأولاد، مصاريف الدار أو حتى القرارات الصغيرة. نعطيكم مثال، كي تخطي نخرج تشري حاجيات للدار، يحاول يتهرب. كي نخطط نخرج نشري حاجيات للدار يحاول يتهرب وكل شيء يعتمد عليا. لا حبيبتي، هذا عبارة عن ضغط. حبيبتي لازم تحاولي انك تدخليه وتشاركيه معك في المسؤوليات. كيفاش؟ نعطيك الحل. شوفي يا حبيبتي، الحل يكون انك تقسمي المسؤوليات بطريقة عادية وعادلة، بطريقة عادلة، يعني تقسمي المسؤوليات بطريقة عادلة وتكوني واضحة. أنا نحبك تكون شريك في كل شيء، مش غير علاقة. يعني هنا راكي توضعي في حدود معاه. صحيح خواتاتي؟ ويعني حد واحد وثابت، يعني تكوني معاه حادة بنبرة صوت وبغضب، تشوفي في عيني. لازم تقولي أنا نحبك تكون شريك في كل شيء، مش غير العلاقة. حبيبتي لازم تكوني واضحة وصارمة معاه. صحيح خواتاتي؟ حاولي أنك تدخليه شريك معك في العلاقة، يعني بتخلي له مساحة أنه يتحمل المسؤولية، يعني تخلي له فراغ. صحيح خواتاتي؟ هادو هما الأسباب الخمسة اللي يخلي الزوج يحب غير العلاقة وفقط. يعني وبذكائك وتصرفك يمكن انك تنقذي العلاقه تاعك، يعني وما تخليش حياتك تتدمر، يعني مبنيه فقط على العلاقه، تشاركيه بتصرفاتك. صحيح خواتاتي؟ ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا عليا. يلا شوفوا حبيباتي، اليوم نروح نهضروا على تاثير هذا السلوك على الزوجه والزواج، كيفاش ياثر عليك سلبيا. شوفوا حبيباتي، اول حاجه كيفاش ياثر بالوحده العاطفيه. الزوجة تحس بالوحدة وسط البيت، بلا حوار، بلا اهتمام، بلا عاطفة. هذا أول شيء، يعني التأثير. شوف كيفاش يأثر عليك سلبيا. ثاني شيء، فقدان التواصل. العلاقة بلا كلام، بلا مشاركة كما نقولوا ما تصمتش طويلا، يعني غادي تنهار، يجي وقت وتنهار. صحيح حبيبتي؟ ثالث شيء، الضغط النفسي. الزوجة تولي مضغوطة، تحس بالاكتئاب، وحتى العلاقة الجسدية تولي مجرد واجب، كما قلت لكم حبيباتي. صحيح؟ تولي عبارة عن واجب وفقط. صحيح حبيبتي؟ حتى انك تولي تقولي هذه ماشي حياة راني عايشتها، انك تدمري نفسيا. شوفوا نعطيكم مثال واقعي. واحدة الزوجة حكات لي، قالت لك نحس بالبرود العاطفي كي نضحك وحدي، كي نشارك فرحتي وهو ما يهتمش، كل شيء يولي عنده روتين. صحيح خواتاتي؟ فهمتوني؟ شوف، دروب بما أن هضرنا على الأسباب وهضرنا على التأثير النفسي يعني على الزوجة وعلى الزواجة، كذلك دوك حنعطيكم يعني نصائح يعني والحلول كيفاش تتعاملوا إذا طحتي كنتي في هذا الموقف. يلا خواتاتي، شوفوا، أول حل ديريه اللي هو الحوار الصريح، عفوا حبيبات، الحوار الصريح. كيفاش؟ حددي وقت تهضري فيه معاه بدون مقاطعة.
ماشي يتهرب منك، لا، قبضيه وهضري معاه. قولي له شعورك كيما نقولوا، قولي شعورك، يعني هضري بالشعور تاعك بصح بلا لومه، ما تلوميش، ولا نحس بالوحده كيما نهضرش معاك، نحب نتشارك معاك افكارنا وايامنا. صحيح خواتاتي؟ هذا اول حاجه. ثاني حاجه، طلب الدعم النفسي. خاش بعض الرجال يحتاجوا يدعمهم شخص ثالث، او قراءه كتب حول التواصل والزواج. صحيح خواتاتي؟ هذه نقطه مهمه بزاف. صحيح حبيبتي؟ شوفوا، ثالث حاجه اللي هي الحدود الصحيه. عفوا حبيبتي، الحدود الصحيه واش معناتها؟ ما تسمحيش بانه يكون العلاقه الجسديه هي كل شيء، ابدا ما تسمحيش. واياكم حبيباتي، لازم يكون احترام ومشاركه قبل العلاقه. صحيح حبيبتي؟ فهمتوني؟ نعاودها لكم، لازم يكون احترام ومشاركه قبل العلاقه. صحيح خواتاتي؟ خاطش علاه لازم يكون حدود، خاطش الحدود تساوي احترام. صحيح خواتاتي؟ فهمتوني؟ قبل العلاقه لازم يكون حدود، باسكو كما قلت لكم الحدود هي احترام. صحيح خواتاتي؟ نروحوا للرابع حل، هي ممارسه انشطه مشتركه. خرجوا مع بعض، حضروا اعياد، الضحكوا، حتى لو كيما نقولوا حتى لو كان حاجه صغيره ولا بسيطه ديروها في الدار. خاصه ولا الهدف منها هذه؟ الهدف انك اعاده الروابط العاطفيه والحوار. تعاودي الروابط العاطفيه والحوار، يعني شغل حاجه تخلق من جديد. فهمتي؟ راكي تجدي في الحاجه، كديري تجديد للعلاقه العاطفيه، يعني عن طريق الحوار. صحيح خواتاتي؟ هنايا اعاده الروابط. صحيح خواتاتي؟ وخامس حل وهو آخر حل هو الصبر والمثابرة. شوفوا، تغيير السلوك يحتاج وقت. حاولي تكوني حنينة ولكن ثابتة. أنا نقول لك حنينة بصح ثابتة. صح يا خواتاتي؟ ماشي تقولي على بالي بلي الصبر والمثابرة، أكيد ما كاش حاجة اللي تجي في وقتها وحاجة تجي لي سهلة. ما كاش اللي ماش تعاني في زواجها، كاين بزاف زوجات يعانوا بزاف، ولكن لازم تكوني صبورة، تكوني حنينة ولكن ثابتة. صح خواتاتي؟ ولكن تاني يكونوا كاينين معاها حدود، والحلول اللي هدرتهم عليهم دروك. صحيح خواتاتي؟ خاطش كيما قلت لكم الحدود تساوي احترام، وراني دايره موضوع عن الحدود، فيديو عليه يعني مفصل، اللي ما شافتوش يعني ترجع للقناه وتشوفه، وكذلك نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في اخر الفيديو. شوفوا حبيباتي، بما ان هضرنا على الحلول وهضرنا على السلوك لازم يتغير، دروك نعطيكم امثله واقعيه يعني من الواقع الجزائري. شوفوا حبيباتي، زوج يحب غير علاقه، كي زوجته تتكلم على اولادها او مصاريف الدار يولي زكي، يولي عصبي. على بعض الحوار الصريح وتحديد الحدود بدا يحاول يشارك اكثر. فهمتوا خواتاتي؟ كي ديري الحوار الصريح وديري تحديد الحدود، تحديهم، هذا ما يعجبنيش، هذا خط احمر، هذا كذا وكذا كذا. شوفوا هنا يبدا يحاول يشارك معاك اكثر، يولي يدير دي زيفور معاك. زي خواتاتي، باسكو عليه انت ما لازمش تسكتي، خاص السكوت كيما نقول لكم دائما في فيديوهاتي، السكوت حكمه وله ثمن في اوقات، باسكو السكوت الزايد عباره عن سم قاتل، وعباره كذلك عن خوف. صحيح حبيبتي؟ هنا ما تخافيش، لازم تهضري وتكوني صريحه، باسكو اساس الزواج الناجح لازم يكون توازن حبيبتي، ولازم ماشي كل شيء عليك، لازم تحاولي انك تهضري، باسكو علاه الحوار يعني هنايا هو اللي هو النجاح، هو اللي يسلكك، يعني خلي الزوج يشارك معاك اكثر حبيبتي. صحيح؟ شوفوا، نروحوا للمثال الثاني. الزوجه كي تحس بالاكتئاب من الوحده، بعد طلب الدعم النفسي الزوج بدا يحكي يوميا حتى لو دقائق قليله عن العلاقه. هنايا العلاقه تحسنت بزاف. فهمتوني خواتاتي؟ هادو امثله واقعيه صراو. خاطش علاه الزوج يحب غير العلاقه، بصح كي تحاولي تكملي معاه الاولاد مصاريف يولي زكي، لا بصح انت ما ديريش هاك. بالحوار الصريح وتحديد الحدود هنا يولي يشارك معاك اكثر. وفي الحاله الثانيه اللي قلناها، كي المراه تحس بالاكتئاب من الوحده، كي تطلب الدعم النفسي كما قلت لكم، يعني يكون واحد ثالث بيناتكم، يعني هنايا الزوج يبدا يحكي يوميا حتى لو دقائق قليله، العلاقه تتحسن بزاف. صحيح؟ عن طريق الكتب، عن طريق الفيديوهات، عن طريق يعني توري له. صحيح خواتاتي؟ هنا يولي يحسن معاك في العلاقه. شوفوا، في الاخر لازم تعرفي بلي الزواج مسؤوليه مشتركه. الزوج اللي حاب غير العلاقه بلا كلام بلا مشاركه يقدر يتغير اذا شفتيه بالقلب والصبر والحوار الصريح. صحيح خواتاتي؟
ما تهمنيش روحك ومشاعرك وحدودك مهمة باش الزواج ما يوليش مجرد روتين جسدي. إذا حبيتي الفيديو مفيد خلولي لايك وشاركوه مع الأصدقاء واشتراك في القناة، وبإذن الله كل وحدة تلقى الحل وتعيش حياة زوجية مليحة ومتوازنة. إن شاء الله يكون كلامي من القلب وصل قلوبكم. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ولايك الفيديو والمشاركة مع الأصدقاء والأحباب، ونلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله. بسلامة أخواتاتي.